عالسلامة ومرحبا بكم في قناتي المطبخ التونسي بإيطاليا، لا كوتشينا تونيزينا إن إيطاليا. اليوم باش نعمل معاكم كسكسي العادة والعويد، كسكسي كما كانت تعملوا أمي الله يرحمها ويجي كعبة كعبة. أولا الحق متاع ربي ما عنديش كسكسي العولة وفالي. عملت كسكسي شريته من هنا من إيطاليا، كسكسي تونسي وجاني كعبة على كعبة كعبة ما شاء الله. أول مرة نجربه وهاني مش نوريكم توا كيفاه. خديت كيف ما هكايا جرينات فلفل قليتهم، ومن بعد حطيت بصلة شوية زيت، حطيت اللحم، حطيت شوية سفناريا وسيدانو، حطيت شوية طماطم معجونة كيف ما هكا، وشوية كركم، شوية فحات كركم وتابل وكروي وفلفل أكحل وفلفل مرحي، وحطيت كيما هكا قليتهم بالباهي كيف ما هكا بالباهي. صبيت عليهم شوية ماء سخون كيف ما هكا، خليتهم يطيبوا على راحتهم وعلى نار هاديه. خذيت هنا الحمص نتاعي حطيته وحده في الماء، حطيته شويه كركم فلفل اكحل، ومن بعد ما فور الكسكسي نتاعي التفويره الاولى هبطته كيف ما هكا وسقيته بشويه مرقه من تاع كيف ما هكا. انا الكسكسي نتاعي باش نعمله كسكسي كيما نتاع العراس بالزبيب والحمص، وشربته كيف ما هكا بالباهي المرقه كيف ما هكا، وباش نفوروا تفويره ثانيه، باش نرجعوا نفور تفويره ثانيه. حركته كيف ما هكا بالباهي وتويكا هاكا نوريوكم كيفاش. هذا الحمص نتاعي طاب، هذا الزبيب نتاعي حاضر. تويكا باش نحاول نحط نفور مره اخرى، وهنا هكا كيما هكا هبطوا بعد ما فور تفويره الثانيه، وما شاء الله جاء كعبه على كعبه. حطيته وكيف صغيته في التبسي للعباد الكل، في تبسي تونسي، وهكا كيف ما تشوفوا هكا جاتني بنه عالميه ما شاء الله.